السلام عليكم. مسا على الناس الكويس. حبيت انوه بس في الاول كده ان لينك الديسكورد بتاع المسابقات في الديسكريبشن تحت، يبقى ادخلوا لو عايز تشارك في المسابقات اللي احنا بنعملها. اوجه احلى تحية للناس المحترمة جدا اللي بتدعم في باتريون، الناس المحترمة اللي جوه قلبي، اللي جوه قلبي. احلى تحية على فخدكم يا جدعان. وبدون اي تأخير يلا بينا. الحقيقة بعد ما عجبكم الفيديو بتاع نصايح الميد لين والسبورتات لكل الرانكات، واللي هتلاقوا اللينك بتاع الاتنين في ديسكريبشن تحت، لو ما شفتهوش يبقى طير بليز على الديسكريبشن علشان يعني تفيدني وافيدك ونعلى في الرانك كلنا. المهم ان احنا قررنا ان احنا نعمل فيديو بنفس الفكرة بس للرول اللي بيتقال عليه الدهن في العتائي، اللي اخر مرة شفناه بصحته كانت تقريبا في سيزون 5. ال ADC كان اكزوديا يا جماعة، وكان فعلا بيكري، ولكن ريورك البروزرز الجميل، وبعديه ريورك التانك الجميل، وريورك الاساسنز الجميل الفحيت خلته بمرور الوقت ضعيف جدا ومش فعال زي الاول، ومستنيين ماما ريتو تحن عليه بحاجة بدل ما تحس ان في مينيون معاك في الطريق. الحقيقة ان سيزون 10 هو احسن الوحشين في مستوى الايدي كاريز، ومن هنا بدأ يسترجع اهميته وبدأت حنية ماما ريتو تظهر، بس ربنا يستر على النرفات والخوازيق. هنبدأ الأول بنصيحة لكل الرنكات عموما. البوت لين مختلف عن أي لين تاني لأن بيكون فيه خنزير معاك في اللين اللي اسمه السبورت، وبالتالي ساعات هتخسر اللين من غير ما يكون ليك ذنب علشان الخنزير مش شايف شغله. وبالتالي لو انت فعلا ناوي تتحسن كايدي كاري يبقى لازم كبداية تدور على سبورت تلعب معاه ديو، والعب معاه كتير وتعود على لعبه وتفكيره ودماغه، وده هيديلك فرصة كبيرة جدا في انك تكسب اللين على الاقل. بالنسبة للايرن إيلو، ايوه الايرن إيلو هنديله نصيحة، اللي لو شفت فيديو الميد لين هتكون عارف ايه اكبر مشكلة فيه، المنايفة. لازم تركز على الفرم وتكون محترف فيه. خد وقت في التريننج والتدريب وسخن كل يوم 10 دقايق قبل ما تبتدي رحلتك مع الإيلو هيل. انت كايدي كاري مطلوب منك انك في اول رجعة ليك للبيز تجيب بي اف سورد ابو 1300 جولد. ده لو انت مثلا مش بتعرف تعمل فارم كويس هتعرف تجيبه ازاي؟ هتلاقي نفسك بتضطر ترجع لللين قبل ما تجمع ال 1300 جولد دول، وتضطر تجيب بيك اكس او لونج سورد او حتى دورنز بليد تانية. الفكرة مش بس في البي اف سورد، لان في بعض الايدي كاريز مش بيجيبوا ايتم فيها اساسا بي اف سورد اول حاجة، بس على الاقل تجيب كومبوننت او مكون عليه القيمة مش لونج سورد او بيك اكس. دي هتكون نتيجة طبيعية لحد مش بيعرف يعمل فارم او مش بيعرف يركز على الفارمينج، فبالتالي بيقف غلط في اللين وبيضطرب كتير، فكان لازم يرجع بدري علشان ما يموتش. اتعود على الفارمينج لانه من اهم المهارات لاي ايدي كاري، لانك ببساطة لو بتفرم احسن من اللي ضدك هتجيب ايتمز اسرع واعلى منه، بالذات اول الجيم. ولو انت مش خنزير يبقى انت غالبا عارف ان بابا بهوش عامل فيديو بيشرح فيه ازاي تتعود وتتدرب على الفرم، لازم تشوفوه هيساعدك كتير، هتلاقي اللينك في الديسكريبشن. تاني جزء من النصيحة انك وانت بتعمل فارم حاول تكون واقف في ابعد مكان تقدر تضرب المينيونز منه، يعني انت رينج تشامبيون، مش لازم تلزق في المينيونز وتقف قدام السبورت وتلاقي نفسك كل ما تحاول تاخد لاست هيت تقوم مرزوع قفا من الاي دي سي اللي قدامك ويشلوت من السبورت. خد مسافة وخلي السبورت قدامك او جنبك بحيث يبقوا مشتتين ومش عارفين يضربوك، علشان لو ضربوك السبورت بتاعك هيرد عليهم. حاول تعمل بوش لللين لو الايدي كاري اللي ضدك ضعيف في الايرلي ومش بيقدر يعمل فارم تحت التاور بسهولة، بس خد بالك من الجنجلر يا عم الحاج. بالنسبة للبرونز اللي بقينا بنحتفل باننا وصلنا ليه، لسه برضو الفارمينج اهم حاجة، وده لسبب بسيط جدا، هو انك كايدي كاري دلوقتي لازم تستفيد من الايرلي جامد جدا، سواء فارم وكمان كلات، علشان تقدر تكون مصدر خطر على الانمي تيم. للاسف وضعك الحالي كاي دي سي انت غلبان، فلما بتكون متساوي مع اللينر اللي ضدك مش هتقدر تعمل كاري،
وهتبقى العالة في ايد باقي اللينز، وبالتالي لازم تبدأ تبقى رخم زي سعيد العراقي في ابو علي وزي صوت ايتن عامر وهنا زاهد كده بالظبط. لازم تتعود انك تفرم وتعمل بوك من غير ما يفوتك فرم كتير. انت دلوقتي بقيت برونز قد الدنيا، فكك من التمرين القديم وهتبدأ تمرين جديد تعمله كل يوم. خش على البراكتس تول ودخل ضدك بوت يكون مستواه انترميديت. انا بفضل كيتلين علشان الرينج بتاعها عالي، واقف معاه في اللين، اعمل فرم وحاول تعمل له بوك، بس خد بالك انك لو ضربته كتير هيرجع يهيل ومش هتستفاد قوي من التمرين. حاول تظبط نفسك على انك تخلي دمه اعلى من النص بس اقل من 80%، يعني من 50 ل 80%. هتحط لنفسك في الاول تارجت انك في اول 10 دقايق توصل ل 50 فرم، وبعدين تعليها ل 60 فرم، وبعدين ل 70 فرم في اول 10 دقايق. اعمل الموضوع ده كذا مره في الاول، ولما تلاقي نفسك اتحسنت يبقى اعمله كل يوم قبل ما تلعب رانكد. بكده الحمد لله وصلنا للسيلفر، اجدع ناس، والجولد بقى اجدع ناس برضو، وقطعنا اشواط في الرود تو تشالنجر، وكده مش فاضل لنا غير يومين كمان ونبقى رانك 1 بس من تحت. مبدئيا كده يا عم الحاج انا حاسس بيك، اقوى المشكلات في الالوز دي هي السميرفات، ولو ولاد الكلب دول عاوز تفشخهم اعمل بان لدريفن. اغلب السميرفات الايدي كاري بيلعبوا بدريفن، ودريفن نفسه تشامبيون حلو جدا في التريدنج، وانك تكون في اللين ضده لو هو بيفهم يعني حاجه صعبه جدا. فانت لسه مهاراتك مش كفايه لانك تتعامل مع التشامبيون ده، اللي غلطه واحده بس في اللين ممكن في اوقات كتيره يكون معناها انك خسرت اللين كله. مش عاوز الاقي كومنت بيقول لي ما انا سيلفر يا بهواشي وبفشخ دريفن، ايه الافوره دي يا سيدي؟ انت يا حبيبي محظوظ وبيجي قدامك معوقين وخنازير، لكنهم لو سميرفات يبقى انت مش هتعرف تتحسن وهتشوفهم في الجولد ايلو اكتر من السيلفر. طب في الايلوز دي بتبدا التريدات تكون اهم، وانت هتكون جاهز لها لانك ما شاء الله بقالك قرن بتتعود على الفارمنج، وبعديها الفارمنج والبوك مع اللي قدامك في اللين، وبالتالي your time has come يا بطل، وقتك جه. ساعتها هتلاقي نفسك بيهايند غصب عنك واللي ضدك معاه ايتمز احسن، وبالتالي انت لازم تتعود تعمل فارم وانت معاك ايتمز وحشه. هندخل تعديل صغير على روتين التدريب بتاعنا، وهو انك تكون ليفل 1 وقافل الليفل ومش معاك ايتمز. يلا يا بطل عيش، ادخل البراكتس تول وابدأ اعمل ال50 ال60 ال70 فارم في اول 10 دقايق بالفكرة دي من غير ما تعلي ليفلك. الفكرة ان ساعات الغلطات بتحصل في اول الجيم وبتلاقي اللي ضدك متقدم عليك. لو انت مش متعود تلعب وانت بيهايند يبقى هيتحط عليك وهتتفشخ سنو بولينج للركب. سنو بولينج يعني ايه؟ يعني ان الواحد يفشخك وبعدها يطلع للين تاني، وبعدها ينزل يفشخك ويطلع للين تاني، يعني الميد او التوب ينزل يفشخوك ويطلعوا تاني، بما انك انت الكرة الجلد اللي هيتلعب بيها يعني. لو انت بقى متعود انك تلعب من البيهايند هتقدر تقلل من المأساة اللي حصلت اول الجيم وترجع، وطبعا لو كان اول الجيم في صالحك وعرفت تجيب البي اف سورد قبل اللي ضدك يبقى دي فرصة كويسة جدا انت تعمل بوش وتحاول تاخد بليتات بتاعت البرج علشان تاخد جولد اكتر، وبالتالي انت اللي تعمل سنو بول تفشخ اللي قدامك وتطلع تروم في اللينز التانية. اغلب النصايح لحد دلوقتي بتبقى حوالين الايرلي جيم والليننج فيز، وده علشان الايلوز اللي فاتت دي اكتر ايلوز بيحصل فيها كومباك وتلاقي الجيم اتقلب 180 درجه. علشان كده نصايح الايلوز دي ركزت على ازاي لو الامور مشيت حلو ليك تحافظ على الجيم وما يتعملش عليك كومباك، ولو الامور كانت وحشه يبقى ازاي تساعد نفسك في الكومباك وتعملها. وصلنا للبلات يا معلم، احسن ناس واجدع ناس بس الكانسر كله. هنا بقى يبدأ دورك في التيم فايتس يكون اصعب. الجولد كمان بيكون فيه الموضوع رخم شوية، بس البلات هتلاقي ناس بتحاول تصطادك انت اكتر، وبتلاقيهم بيعرفوا يفوكسوا على الايدي كاري اللي هو انت حلو جدا، وتلاقيهم بينطوا عليك بالاتنين والتلاتة مع بعض علشان ما يكونش قدامك فرصة تهرب. ما تستغربش قوي كده، وجودك في الفايت معناه انهم ممكن يخسروا الفايت، لكن لو الفايت حصل من غيرك يبقى اكيد هم هيكسبوا. ما هو انت مش هتبقى جايب 0-7 يعني مثلا، ده انت بلات يا معلم، يعني حاول تكرم نفسك شويه. طب اهم حاجه تركز عليها هي البوزيشننج او مكانك في الفايت، لازم تكون واقف في مكان صح علشان ما تتغفلش، ودي الحاجه اللي الهاي ايلو اللي بيلعبوا بكيتلين بيلعبوا عليها، وهي قويه جدا. مش بيعملوها غير ان هم يقفوا في بوزيشننج صح.
بس في ناس متخصصة في البوزيشننج از ايدي كاري، يعني متخصصين ازاي يقفوا كايدي كاري، وكل ما تتقن الحتة دي وعارف انت بتعمل ايه تبقى انت مستواك بيعلى. وده هيبدأ بانك تبدأ تحط نقط او ستيبس تركز عليها، وطبعا انك تلعب ضد ناس بتفهم، علشان اللعب ضد النوبس مش هيحسنك، وهتلاقي نفسك بتتحسن واحدة واحدة وبتماستر البوزيشننج. اول حاجة محتاج تركز عليها انك تكون واقف بعيد عن مصدر السي سي او كراود كنترول او الاستنات او السلوهات بتاعت الانمي تيم. ما هو انت لو اخدت كيو مورجانا مثلا في بقك يبقى اكيد قابلني لو فلحت، فانت بتبقى واقف بعيد شوية، واول ما تلاقي الانمي ضرب السي سي بتاعته اللي انت خايف منها ساعتها بتبدأ تقرب وتضرب وتدعكهم. اصل انت لو مثلا بتلعب ضد بلاتينم سكارنر مين ومعاه الرايتشس جلوري يبقى مش هيبقى من الامان ليك انك تقرب اساسا. طب ازاي تحمي نفسك؟ اغلب الوقت خليك واقف ورا البيل او التانك بتاعك، سواء كان نوتيلاس سبورت او جارين دم 4000 ورا العمالقه. بيل يعني ايه؟ يعني هو بيسهل لك الطريق او بيفتح لك الطريق ان هو يوقف لك حد وانت تدخل تضرب بعديه. دول لان وظيفتهم يعملوا بيل، وده معناه انهم هياخدوا السي سي او الدمج ويحوشوه عنك، يعني دروع بشريه بمعنى اصح، بس مفيدين كمان بانهم عندهم سي سي ممكن يعملوه على اي كلب يحاول ينط عليك. والفكره انك لو واقف قدامهم مش هيعرفوا يعملوا شغلهم صح. يعني الخط الاول هم الدروع البشريه، دول التنكات بتوعنا. اتعود دايما تقف وراهم وتاخد بالك من نقطه السي سي اللي اتكلمنا عليها، وهتلاقي نفسك كبدايه واقف صح اغلب الوقت. في حاجه تانية عاوز اتكلم عليها وهي فرونت تو باك فايتنج، يعني امتى تطلع وامتى ترجع. يعني ايه الكلام الكبير ده؟ اقول لك يا سيدي، عارف صاحبك اللي تجيبه معاك يتخانق علشان ما تبقاش لوحدك، وتلاقي الدنيا بتهدى وبداتوا تتصالحوا يقوم شاخر الشخره الجميله وسابب الدين، ولما تمسكوا في بعض بيكون اول واحد خلع. هي دي نفس الفكره كده. انت كاي دي سي شايف ان لو حصل فايت دلوقتي هتكسبوه، بس الدنيا هاديه، فانت بتعمل حركه ذكيه كده وهي انك تتحرك من ورا التانك برضو بعيد عن اي سي سي، وتضرب لك كام اوتو اتاك كده يا معلم، تسخن الدنيا على ابيليتي على اول واحد قدام الانمي تيم. بس لو معاك داش ما تضربوش، فساعتها الانمي تيم هيفتكروا انك غلط وهيفتكروا انهم هيقدروا يموتوك بسهوله. بس انت اكيد فاهم انت بتعمل ايه. هتكون ضحكت عليهم وبدات الفايت، اول ما تلاقيهم بداوا يهيجوا عليك بعد الشخره اللي انت لسه عاملها دي، استخدم الداش بتاعتك وارجع ورا التانك، انت كده سحبتهم، وابدا لقط رزقك بقى. امال انت فاكر ايه انك خلصت كده وهتجري؟ لا لا لا، استنى بس، هو هيبقى هنا كمان يعني اوضه النوم متسابه هناك وخلصت بدري؟ لا لا، ريلاكس يا اسطى. طيب خد بالك بقى من حاجه، لو قررت تتدرب على الحركه دي، والحقيقه انك لازم اساسا تتقنها كويس، لان دي الطريقه الوحيده اللي فعالها علشان تعمل فايت وانت ايدي كاري، لانك كده انت بتبدا الفايت اجباري على اللي قدامك بانه يتم بالطريقه غير عاديه، لان الطريقه العاديه في اي فايت مش حلوه ليك. الطريقة العادية اسمها دايف فايت، يعني بتدخل، ودي ببساطة لما بتبقى واقف في مكانك وورا يا غلبان ومستني الفايت يبدأ علشان تخش، وأول ما الفايت يبدأ تلاقي فاي الشعرموط عملت عليك قرو وفز نط عليك نكحك، وبعدين راحوا للدامج ديلر أو اللي بيدي دامج اللي معاك وخدوه بعدك. طيب ده بيحصل ليه؟ هو مش الفايت بدأ والناس مشغولة وفي سي سي اتضربت؟ هقول لك يا حبيبي، بس انت في البلاد الناس مش هيعملوا فوكس للتانك الا لو هم بوستد، يعني مش فاهمين، وهيبقى هم اللي خدعوك وخلوك تفتكر انك هتكون في امان. لو دخلت وضربت دلوقتي وهم اللي بيجرجروا رجليك وتلاقيهم نطين عليك فوقيك، وانت بتعمل الحركه دي كمان انت بتحاول تدي شخرتك لاقرب واحد ليك او اول واحد واقف قدام، لان ساعتها هيبقى هو الوحيد اللي ممكن يضربك. فلو عنده سي سي وحاول يعمله عليك، هتكون انت جاهز بسرعه بالداش، وهو هيكون ضايع السي سي وبدأ الفايت بمزاجك. وبالتالي الفريق اللي ضدك هيقول ايه التانك البرونز اللي معانا ده، هو ليه بيبدأ فايت على تانكات تانية ومش هيحاولوا ينطوا جوه؟ وبالتالي وهيديلك وقت اكبر تخلص على الفرونت لاين بتاعهم، او على الاقل تكونوا نقصتوهم كتير اضطر الفرونت لاين بتاعهم يجري، فلو قرروا ينطوا عليكم هيكونوا من غير تانك، فبالتالي كل الضرب والسي سي هيجي فيهم هم، وانت مأموريتك هتكون اسهل بكتير. الحركة دي هتكون مجزية اكتر لو اول واحد كان واقف قدام ما كانش التانك،
وكان واقف في مكان غلط او اتقفش مثلا بيلف في الجنجل وهو مش حاطط ورد، يبقى الطبيعي انكم هتركزوا عليه وهتجيبوه بسهوله وتقلبوا الفايت ناحيتكم وتبداوا تصطادوا باقي الناس واحد ورا التاني. دلوقتي بقى جه دور الدايموند، واللي عندي ليهم نصيحه ممكن ما تعجبهمش قوي. اهدى على نفسك كده في الليدنج فيز، انت كبوت لين بتمثل 2 من 5 من لعيبه فريقك، وبالتالي اي حاجه تحصل لك هيكون ليها تاثير كبير على الفريق كله، واكبر تاثير بيكون منكم انتوا، ودي حاجه مش هتعرفوا تغيروها. تحاول تهدي اللعبه خالص هناك وتعمل بيرفكت فورم، وما تخشش اي اول ان الا لو انت متاكد انك هتكسب. كل حركه من تحركاتك تبقى مفهومه ومدروسه ومعموله صح جدا. الفكره في كده ان الكلات في البوت لين قيمتها اعلى بكتير من اي لين تاني، ووجودك نفسه ليه قيمه. يعني الكل في السولو لين بتدي 300 جولد بس، لانها اوقات كتير ممكن تيجي من غير اسيست لو مفيش لين تاني عمل لك روم او مفيش جنك. يعني بمعنى اصح لو قدرت تاخدها لوحدك. في البوت لين ده تقريبا مش بيحصل، في البوت لين ده تقريبا مش بيحصل 95% من الوقت، دايما هتلاقي السبورت واخد اسيست او العكس، وده معناه ان الكل بقت ب 450 جولد مش 300 بس. وده طبعا كون البوت لين فيه 2 تشامبيونز بيقلل الريسك بتاع الكامباك في البوت لين بشكل كبير، لان انت في الدايموند مستحيل تلاقي بوت لين كامل، يعني 2 لعيبه مش عارفين يحافظوا على الليد بتاعهم. لو انت مش بتعرف هتلاقي السبورت مثلا بيعرف وبيصلح لك غلطاتك، ولو هو مش بيعرف انت هتقدر تتأقلم وتصلح له غلطاته، وبالتالي الامر مش متروك لمود او تركيز فرد واحد زي باقي السولو لينز اللي ممكن يحصل فيها كومباكس بسهوله جدا. الجنجلر في الالو ده كمان بيحاول يركز على البوت لين جدا لانه مهم فشخ، صعب يتعمل له جنك علشان السامونرز الكتيره اللي موجوده، ولكنها هتكون افضل حاجه تعملها. ولو انت دايموند فانت تعرف امتى وازاي تخش اللين علشان على الاقل تاخد كلايه. السبورت هتلاقيه دايما بيعمل واردنج الحلو للريفر وبيحط بينكات وبيعدي باللينس علشان يدمر واردات الانمي اللي حاططها في الريفر او التراي بوش. والجنجلر نفسه هتلاقيه معاه لينس من بدري جدا في الجيم ومش بيخش اي لين غير وهو مشغلها. وصباح التغفيل يا ابو عمو. هل ده السبب الوحيد اللي الجنجلر هيكون عاوز يركز عليك فيه؟ لا، الجنك الناجحه في البوت لين غالبا هتأدي لدريك، وبالتالي زياده الخير خيرين. طب ليه دي نصيحة حلوة من رأيي؟ علشان حاجة أنا قلتها أكتر من مرة من ساعة ما بدأت، وهي إن أنت في الدايموند الناس بتفهم أكتر وبتغلط أقل، فمفيش عليك بريشر إنك لازم تكسب اللين مثلا علشان تكون حاجة وتكاري الخنازير اللي معاك. ونادرا ما هتلاقي حد بيعمل فيد تقيل زي الإلوز اللي قبلها، وهتتحول اللعبة لحجز كرة كبير كل اللي فيه تقال فشخ. مش هتكون مضطر انك تروح تهاجم وانت مدافع علشان المهاجمين حمير، ولا هتضطر انك ترجع تدافع جامد علشان المدافعين خنازير. كل واحد في مكانه ومركز وبيعمل اللي عليه، وبيتر تيم وينز. طيب قبل ما هنتكلم عن الايتم بتاع النهارده خلونا نراجع بسرعة على اللي قلناه في الفيديو ده علشان ما تتوهوش مني. الخلاصة: الايدي كاري حاليا رول مش بطال، هو مش قوي زي ما كان قبل سيزون 5، ولكنه بالتأكيد مش ضعيف زي بعد سيزون 5، وبدأ يكون مجزي شوية حاليا. بس لازم تاخد بالك من شوية حاجات علشان تحسن نفسك، لان السكيل كاب بتاعه بقى اعلى، وبالتالي بقى لازم تكون احرف علشان تقدر تعمل حاجة، لان الموضوع بقى اصعب. لو انت ايرن يبقى انت محتاج تعمل فارمنج بشكل احسن وتركز عليه في الايرلي جدا علشان تقدر تجيب البي اف سورد في اول رجعه ليك للبيز. لو عرفت تعمل كده هتقدر تسيطر شويه على اللين. حاول دايما وانت بتعمل فارم تعمل بوش عشان تاخد البليتات بتاعه البرج. اغلب الايرن بلايرز بيكونوا خايفين من الناس الاجريسيف ومش بيعرفوا يتعاملوا مع اللعب ده، الطريقه دي ممكن تعرضك لجنك، ولكنك في الايرن فغالبا هتلاقي الجنجلر نايم في العسل. حاول كمان دايما تكون واقف في ابعد مكان تقدر تعمل منه فارم علشان ما تعرضش نفسك لبوك او لين بولي، يعني بلطجة من الناس ممكن تكون بتلعب اجريسيف هي كمان. بالنسبة للبرونز بتحاول توازن بين الفارم والبوك، ما تبقاش اجريسيف قوي ولا تقعد تعمل فارم. حاول تتعود انك تعمل فارم وبوك قدام البوت في البراكتس تول، بحيث تكون مركز على انك تبوكه في اللين وفي نفس الوقت تجيب على الاقل 50 فارم في 10 دقايق، وبعدين تحط تارجت يبقوا 60 70 80 كمان. لما تعمل كده تبقى اقوى من اللي ضدك، وهتلاقي فرص كتيرة للأول ان اللي انت بتدور عليها علشان تفشخه اكتر وتموته كمان جنب الفارم الزيادة اللي انت عامله. السيلفر والجولد بيركزوا اكتر على التريدز. مبدئيا لازم تعملوا بان لدريفن علشان
تتفادى السميرفات اللي هتلاقيهم حريفة في البوك والتريدات بدريفن، لان الكت بتاع دريفن جامدة جدا في الحتت دي، وغلطة واحدة قدامه تخسرك اللين كله. كمان لازم تتعود تلعب وانت بيهايند، لانك مش كل مرة هتلاقي الجيم مشي في طريقك، ولازم تتعود تغير طريقة لعبك كمان لما تكون بيهايند علشان تزود فرصك في انك تعمل كامباك، وده عن طريق انك تتعود انك تقف تعمل فارم وانت معاك ايتمز اقل من اللي ضدك. ارجع تاني للبراكتس تول واقفل الاكسبيرينس على ليفل 1 وانت قدامك بوت في اللين، وحاول تعمل فارم من غير اي ايتمز خالص، وحاول تتفادى اي بوك منه، وما تعملش انت بوك عليه، لانك المفروض خسران اللين وهو معاه ايتمز اكتر، فانت بالتالي بتلعب سيف. في البلاتينم لازم تركز على البوزيشننج بتاعك، مكانك مهم جدا يكون صح علشان تصعب على الاساسنز اللي ضدك انهم يجيبوك، ولو ده حصل يبقى غالبا هتخسروا الفايت. اقف بعيد عن اي حد عنه سي سي من الفريق اللي ضدك، وما تقربش الا لما يضرب السي سي ده على حد تاني او يعمل له مس. كمان اقف ورا التانك او البيل بتاعك علشان لو حاجه اتضربت عليك او حد نط عليك يقدر هو يلحقك. اتعود على الفايت بطريقة فرونت تو باك، واللي فيها بتعمل نفسك هتخش على الشخص اللي واقف اول واحد قدام في الانمي تيم بكام اوتو اتاك وابيليتي، بس من غير ما تضرب الداش بتاعتك علشان تخدعهم وتخليهم يحاولوا يجيبوك، وبعدين ترجع ورا البيل بتاعك بالداش بتاعتك، يكونوا هم دخلوا عليكم واتضربوا وانشغلوا، وبالتالي تبدا انت تلقط رزقك. الدايموند حاول تكون هادي في اللين وتطلب جنكات من الجنجلر بتاعك لانها مفيدة جدا، والكلات قيمة اكتر علشان الاسيست هيحصل غالبا لانكم 2 في اللين. وكمان الجنكات مفيدة جدا عشان ممكن تؤدي انكم تاخدوا دريك بعد ما تكون جنك ناجحة. الكومباك في البوت لين بيكون صعب جدا علشان البوت ده فيه 2 مش واحد، يعني لو واحد غلط التاني هيشيله، وبالتالي انت مش عاوز تكون اجريسيف علشان لو طلعت حاسب حاجة غلط او اتغفلت ومت الحياة هتبقى صعبة جدا بالنسبة لك. ركز على الفارم والبوك وما تعملش اول ان غير وانت 100% كسبان وعندك فيجن في الريفر، او على الاقل عارف مكان الجنجلر اللي قدامك علشان ما تتغفلش، وحاول تاخد بليتس لو عرفت تكسب تريدايه حلوه وانت لوحدك من غير الجنك. بالنسبه للايتم اللي هنتكلم عليها النهارده، هو ايتم حلو جدا للاي بروزر، وهي الاستيركس جيج اللي بتدي لك 450 اتش بي، 50% بونص اتاك دامج، ودي بتكون حلوه جدا للتشامبيونز اللي ليها بيز اي دي عندهم عالي، لانها هتدي لك اي دي زياده على البونص اي دي رونز اللي معاك والابيليتيز اللي بتعمل اون هيت افكت، يعني هتعمل لك دامج اعلى. يعني مثلا الشين اللي موجوده بدل ما المفروض بتعمل 100% بونص اي دي هتبقى بتعمل 150%، وليها يونيك باسيف اسمها لايف لاين، وهي ببساطه لو انت خدت دامج من 400 ل 1800 في 5 ثواني او اقل حسب ليفل بتاعك هتاخد بف اسمها ستيركس فيوري. الباف دي بتدي لك 30% تناسيتي وبتدي لك شيلد بعد ثانيه الا ربع، هيبدا يقل بالتدريج. خد بالك ان في يونيك باسيف تانية نفس الاسم في الماو، وده معناه انك لو جبت 2 مع بعض مش هيشتغلوا، واحده بس اللي هتشتغل وتقريبا هتكون اللي انت اشتريتها الاول. قبل ما اقول يعني ايه تناسيتي لازم تفهم ان الايتم دي منحصره فقط للميلي تشامبيون، ولو التشامبيون اللي انت بتلعب بيه يقدر يتغير ويكون رينج زي ايتروكس مثلا او جيس يبقى مش هتاخد الباف دي الا لو انت في الميلي فورم بتاعك. لو حولت رينجد هتخسر التناسيتي، بس الدرع هيفضل زي ما هو بيقل تدريجيا زي العادي، يعني مش هيختفي مره واحده، والكول داون بتاع الباف دي 60 ثانيه. التناسيتي ببساطه هي حاجه بتقلل وقت تعرضك للسي سي، يعني لو انت كنت واخد ستان المفروض انها تفضل عليك ثانيتين، التناسيتي بتقلل الوقت ده وممكن توصله لثانيه ونص مثلا، وبتشتغل على اي نوع من السي سي.